السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة النهاردة هتتكلم عن عيلة الكوكسيب. احنا خدنا أدوية بتقفل كوكس 1 وأدوية بتقفل كوكس 3 وأدوية بتقفل كوكس 1 و 2 مع بعض. النهاردة بقى هنتكلم عن عيلة الكوكسيب اللي بتقفل كوكس 2 بس. احنا اتفقنا ان كوكس 2 دي المسؤولة عن البين والفيفر والانفلاميشن. المميز بقى ان هي ملهاش دعوة بسيولة الدم وحموضة المعدة، لكن هي هتأثر على الكدني والضغط لان هي بتقفل كوكس 2 اللي موجودة في الكلية. لكن مقارنة باللي ذكرناهم قبل كده ده أكثر أمانا للأشخاص اللي بتاخد أدوية سيولة وكمان اللي عندهم مشكلة في المعدة. العيلة دي منها السيليكوكسيب، وده الطيب بتاع العيلة، بيقعد في الجسم 11 ساعة، يعني بيستخدم مرتين في اليوم. الإيتيروكوكسيب وده كبير العيلة، بيفضل تأثيره لمدة 21 ساعة، يعني بيستخدم مرة واحدة بس. الباريكوكسيب وده المتعب بتاع العيلة لأن هو برودراج، وعرفنا يعني إيه برودراج، وهيتحول بعد كده لفالديكوكسيب ومدته 8 ساعات بس، يعني بيستخدم 3 مرات في اليوم، وغالبا بيكون مش موجود غير في المستشفيات لأنه بيستخدم بعد العمليات كمسكن. العيلة دي لا يمكن استخدامها في الحامل بعد الشهر السادس، وبرضه أول 6 شهور يفضل تجنبها لأنها ممكن تسبب إجهاض. لكن لو فايدة استخدامه أكبر من أضراره ممكن الدكتور يكتبها للمريض عادي وبيكون تحت إشرافه، وهيفضل الباراسيتامول هو الاختيار الأول للحامل.